بص، هو اولا انا يعني عندي القرارات الخاصه باتحاد الكره والخاصه بمجلس اداره نادي الزمالك. تمام. فيما يخص اتحاد الكره شهد 4 خناقات. اتحاد الكره؟ اه اه. الخناقه الاولى القرار اللي خده جمال علام وخالد لطيف وصحى الهواري وعصام عبد الفتاح واحمد مجاهد بتصعيد نادي الاعلاميين ونجمة سينا ومنية الحيط والابقاء على احد الانديه في القسم الثالث كفر بولين بالنوايا يستمر في القسم الثالث دوت بعد خروج محمود الشامي وايهاب لهيطه وسيف زاهر من الاجتماع وحسن فريد ومجدي المتناوي. القرار دوت من المفترض ان يتم الاعتراض عليه، ومن المفترض ان القرار باطل لانه لم يحصل على اغلبيه الاعضاء. وبالتالي دي كانت اول خناقه في اتحاد الكوره. تمام. الخناقه الثانيه كانت خاصه ب الازمه اللي تمت باحاله احمد عبد الظاهر للتحقيق واعترض عليها حماده المصري واحمد مجاهد وعصام عبد الفتاح. عصام عبد الفتاح اعترض لانه كان بينتظر قرار الاتحاد الافريقي، لكن بالنسبه لحماده المصري عشان انت عارف ان هو يعني على علاقه او بينتمي لجماعه الاخوان المسلمين، الى جانب ان احمد مجاهد له شقيق برضه ينتمي لجماعه الاخوان المسلمين، وبالتالي ما كانوش عايزين يحيلوا احمد عبد الظاهر للتحقيق، ولكن تم اتخاذ القرار. تمام. الثالثه يعني اتحاد الكره خد قرار باحاله اتحاد الكره خد قرار باحاله احمد عبد الظاهر للتحقيق؟ احاله احمد عبد الظاهر للتحقيق. الخناقه الثالثه كانت خاصه بازمه حصلت ما بين احمد مجاهد ومحمود الشامي. محمود الشامي انسحب من الجلسه لاعتراضه على استهزاء او اعتراضه على اسلوب محمود الشامي وايهاب لهيطه في لجنه الانديه، واحمد مجاهد قال لهم بالنص انتوا ممثلين لاتحاد الكره وليس ممثلين للجنه الانديه، وبالتالي لازم تحافظوا على حقوق الاتحاد مش تحافظوا على حقوق لجنه الانديه. فمحمود الشامي اعترض وانسحب من الجلسه، لكن الاعضاء خرجوا وجابوه وطلب من احمد مجاهد ان هو ما يتكلمش وما يتدخلش في لجنه الانديه. وبالتالي ديت الثلاث ازمات اللي شهدهم اجتماع مجلس اداره الاتحاد النهارده. النهارده كمان كان في من ناس من منية الحيط هددوا بالاعتصام في مشروع الهدف والبقاء في اتحاد الكره لو ما خدوش قرار بتصعيد النادي للقسم الثاني. وفي النهايه زي ما قلت لك الخمس اعضاء او الست اعضاء اللي اجتمعوا استجابوا للضغوط بتاعه الانديه. تمام. انت ما قلتش الخناقه الرابعه. الخناقه الرابعه يا سيدي اوعى تكون نسيتها، دي اهم واحده. مهمه. لا اما افتكرها لك بقى بقولها لك.